إديوما إسبانيول. إحنا بنتعرف مع بعض على اللغة الإسبانية، وإحنا عارفين مع بعض، كتير مننا عارف طبعا إن اللغة الإسبانية قريبة شوية من اللغة الإيطالية، لأن السؤال ده بيتسأل كتير الحقيقة. هو الإسباني قريب من الإيطالي؟ أيوه، في تقارب كبير جدا من اللغة الإسبانية واللغة الإيطالية. يعني يعني الشخص اللي بيتكلم إسباني كويس ممكن لو سمع إيطالي يفهمه. مش هيفهم طبعا 100% من الكلمات، لكن هيبقى فاهم السياق العام بيتكلم عن إيه. فاللي بيتكلم إيطالي كويس بيفهم إسباني، والعكس، واللي يفهم إسباني كويس بيفهم إيطالي. ولو الشخص بيتكلم لغة منهم، يعني لو بيتكلم اسباني، من السهل بعد كده هو انه يكتسب اللغة الإيطالية بسهولة، بيدرسها أسرع جدا. ولو بيتكلم اسباني يتكلم إيطالي بعد كده أسرع جدا. فهما اللغتين فعلا فيهم تقارب كبير لبعض. نرجع بقى لموضوعنا دلوقتي اللي هو اللغة الإسبانية. اتفقنا طبعا ان احنا بنتكلم اسباني ستاندر، مش لكنات. وعارفين طبعا مع بعض اللي بنشوف الفيديوهات مع بعض، في اكتر من اثنتو اسباني. اثنتو يعني اكسنت، يعني في اكتر من لكنه اسبانيه. لان طبعا زي ما احنا عارفين اللغه الاسبانيه لغه منتشره جدا. تقريبا 22 دوله في العالم بيتكلموا اللغه الاسبانيه. ففي تنوع كبير جدا في النطق، فاحنا بنحاول دايما مع بعض ندرس الاسباني الستاندر، اللغه الاسبانيه الستاندر، اللي تبقى مفهومه لكل اللكنات دي. Gracias por todos, amigos.